وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بكم في قناتي، قناه مطبخ توته للوصفات المظبوطه. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسينيش في اللايك. النهارده هعمل لكم العيش الليبي، عيش جميل جدا وهو شبه العيش السوري، بس ايه، بيبقى بزيت يعني مش بدقيق. يعني لما بفرده بالزيت مش بالدقيق، وبيبقى طري وحلو جدا، وممكن تخزنيه في الفريزر. اول ما بتطلعيه بيطلع زي الجديد بالظبط. معايا مكونات دقيق وميه وسكر وملح وزيت بس. هتعجنيهم طبعا لغايه ما يتلم معاك العجين وما تبقاش تلزق في ايدك خالص. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هروح اعجنه وارجع لكم. وهنا انا عجنت العجينه خلاص، خلصتها. بصوا اهو بتطلع من الايد، شايفين اهو مفيش حاجه لازقه اهو. دي طبعا هسيبها ترتاح كمان نص ساعه وهقطعها، وبعد ما اقطعها اخليها برضو ترتاح نص ساعه. يعني هي بتاخد معاكي وقت ساعه في التخمير. انا بس بعمل كميه كبيره عشان بحب لما اعمل عيش مش بعمله الاكله واحده، بشيله في الفريزر معايا، فبحب اعمله كتير. اغطيه وارجع لكم بعد نص ساعه. وهنا العيش كان اختمر معايا، سبته نص ساعه وبقطعه اهو. قطعيه الحجم اللي انتي محتاجاه، يعني عايزاه كبير عايزاه صغير. وبعد ما اقطعه هسيبه يخمر كمان نص ساعه اهو. شايفين العجينه ولا مشققه ولا اي حاجه. يلا هكمل تقطيعه وهسيبه يخمر نص ساعه وارجع لكم وانا بفرده. هنا العيش خلاص ارتاح يا حبايبي، بصوا خلاص بقي تمام. هبدأ افرده. هو بيتفرد بالايد مش بالنشابة. اهو كده، وبيتفرد بالزيت. هنفرد هنا انا صغرت العيش شويه اهو. كده انا هنا عملت اول كميه وخلاص، عشان مش هعمل العجين كله فوق بعض، بخلي يعني ايه قد 5 6 كده، وبعد ما بيستووا بطلعهم. شايفين كل واحده هتطلع مع نفسها اهي. جميل.
بصوا بقى، انا هنا اهو اول مجموعه طلعت اهو، شايفين كل واحده بتطلع لوحدها اهو. اهي يستحسن تغطوه اول ما يطلع عشان ما ينشفش، لان هو خفيف جدا. بصوا سخن جدا اهو. ممكن تعملوه كريب على فكرة، تحشوه وتعملوه زي الكريب اهو، يبقى جميل جدا على حسب ما انت عايزة، او تلفيه مثلا رول ويبقى بالشكل ده، شيء زي ما انت عايزة. ولو حطيتيه في الفريزر اول ما يطلع بيبقى يعني كأنه طالع من الفرن بالظبط اهو. من اجمل العيش اللي انا عملته. يلا هروح اكمل الكمية التانية. انا الكمية الاولى بس عشان ايه كانت كبيرة خالص، رحت قسمت العجين تاني. يلا اعمل الكمية التانية وارجع لكم. اهي المجموعة التانية بدأت بأول واحدة، اول ما تحمر اقلبها على الوش ده، وبعد كده اجيب الثانية واحطها فوقيها. اهم حاجة تتأكدي ان هو فيه زيت كويس، يعني كتير حلو، ما تكونش ناشفة، مش كتير يعني بس ما تكونش ناشفة. وافضل هكذا، يعني اول ما يحمر شوية اروح اقلبها من الناحية دي، وكله كده هيبقى متحمر اهي. قلبها على الناحية دي عشان تحمر، وبعد ما اقلبها احط عليها واحدة جديدة. التانية اللي حطيتها خلاص اقلب واحط واحدة جديدة اهو. انا بعمل واحدة واحدة بس قدامكم عشان ايه تشوفوا الخطوات. وبتكملوا فردها عادي وانتوا في الطاسة، يعني مفيش مشكلة. اهي هي لو اتقطعت يعني مش مشكلة، هي في الاخر هتتعمل سندوتشات وكله بيتلف، مش هتبقى مشكلة يعني. وهنا خلصت المجموعة التانية. على فكرة العيش ده بيعمل كتير جدا ما شاء الله، يعني ايه اللي انا عملتهم دول، المجموعة دي والاولى
نص كمية العجين اللي انا عجنتها اهو. بصوا يعني المجموعة، بصوا 1 2 3 4 5 6 7 8 8. انا مش فاكرة اول شوية عملتهم كام، بس كمية يعني مش وحشة اهو. تحشوها بقى زي ما انتوا عايزين، جبن، لحمة معصجة، شاورمة فراخ، اي حاجة اهو. كل واحدة بتطلع لوحدها اهي. حاجة سهلة وسريعة جدا، هي بس ما بتاخديش غير وقت الايه ان انت بتسيبي العيش يرتاح شوية عشان يتفرد معاكي كويس اهو. نجيب المجموعة الاولى اهو، شايفين دول المجموعة الاولى. حلوة جدا، شايفين، وطرية ولا تتكسر ولا تتعجن ولا اي حاجة. يلا بقى ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. هنا انا هجرب احشي معاكم واحد. كان عندي فراخ باقيه من اكل امبارح فايه، فهحشيه. انا عامه يعني بعمل او سجق او اي حاجه بتبقى باقيه وايه، بروح اعمل كده عشان يبقى فيه تغيير يعني. صوص كاتشب ومايونيز اهو. وبنلفه ونحطه على الجريل اهو. انا عملت الرول ده وعملت زي الكريب تغيير. وده كان الشكل النهائي يا حبايبي، شايفين جميل ازاي اهو. وادي الكريب، طعم والله بجد يعني خطير، حاجة كده تحفة. يا ريت تجربوه وتقولوا لي، وما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب.